عندي جوز النتاية بتقعد داخل العش بالساعات والذكر منتظرها خارج العش، ده معناه انهم هيبيضوا؟ هقولك طبعا يعني ده من الحاجات الكويسة جدا ومن علامات التوالف الرائعة اللي بتدل ان العصافير ان شاء الله قربت تبيض. هقولك برضو على علامات تانية هتلاحظها في النتاية هتبتدي تدرك اكتر ان هي ان شاء الله قربت تبيض. بصوا النتاية اولا لما بتيجي في الاول، احنا بنتكلم هنا على طائر البادج يا جماعة، تمام. فالنتاية لما بتيجي الاول بتبتدي اتولفت مع الذكر، خلاص هتبتدي انها تخش العش، هتقعد فترات كبيره جوه العش. ليه؟ اولا هي بتجهز العش، بتامن العش، بتعرف هل هو امن ولا لا، هتلاقيها عماله تخبط جوه العش كده، ده بيدل هي بتعرف المكان ده بيتهز، العش امن، العش كويس احط فيه عيالي ولا لا، تمام. وبعدين هتلاقيها بتقعد فترات طويله جوه، ده ليه؟ علشان الاظلام بتاع العش من جوه بينشط عندها الدوره الهرمونيه بتاعتها، وبعدين بيبتدي عنقود البيض عندها والمبيض ينشط ويبتدي تنتج البيض. في الفتره دي هتلاقيها ان الذكر بيقف ياكلها زي ما بيحصل هنا، وبعدين هتبتدي بقى ان هي هتلاقيها بتطلع بره، طبعا بتبقى قاعده جوه كتير، هتلاقيها بتعمل فضلات حجمها كبير، هتلاقي حجم الفضلات بتاع النتاية بقى كبير. ليه؟ لانها بتقعد كتير جوه العش، ما بتبقاش بتخزن الفضلات دي وتطلع تعملها مره واحده، فتلاقي ان ريحه الفضلات بتاعتها مش حلوه قوي وحجمها حجمه اكبر. تمام. هتلاقيها ان هي بتروح على عظم السيبيا او عظم الحبار تاكل منه بكميات كبيره جدا، علشان طبعا تكون البيض اصلا جواها بياخد كالسيوم، فهي بتاكل من عظم الحبار بكميه كبيره علشان تعبي جسمها بالكالسيوم اللي هي محتاجاه. تالت حاجه هتلاقيها ان هي ظهرها، هتلاقي بطنها كده فيه انتفاخ، وظهرها وهي واقفه فيه قصع ديلها كده معوجه وظهرها قابب كده شويه، فده معناها ان هي ان شاء الله قربت تبيض وخلاص. هتلاقيها حتى وهي واقفه هتلاقيها بتنهك شويه كده، فهتلاقي ان بطنها قابه وظهرها قابب شويه كده، فدي تعرف ان النتايه قربت على وضع البيض. طبعا ممكن تشوفها بتتزاوج مع الذكر وممكن ما تشوفهاش بتتزاوج، لان التزاوج في البادجي دايما بيتم بدري، يعني ممكن من الساعه 5 للساعه 8 الصبح، واوقات بيبقى الظهر او العصر، فمش شرط ان انت تشوف التزاوج عشان تضمن ان العصافير دي متوالفه او متزاوجه ولا لا، لكن انت هتلاقيهم بياكلوا بعض بيبوسوا بعض مش عارف ايه، فانت تعرف ان هم متوالفين. وبس كده. انت ان شاء الله لو اهم حاجه بس في الفتره دي ما تحركش القفص يكون ثابت بعيد عن الاطفال، بعيد عن اي ازعاجات، وتركز ان انت يبقى فيه هدوء تام علشان العصافير باذن الله تبيض عندك، وان شاء الله تبقى تفرحنا بعد كده في تعليق وتقول لنا ان العصافير عندك باضت وطلعت زغاليل.